وانا خدت اكشن كذا وكانت النتيجه كذا واتحلت المشكله. لازم تكون تضرب امثله وتوصل له ان المهاره دي عندك. طيب جميل. سادس مهاره، فكره البريباريشن وفكره انا الفلكسبيليتي. فكره البريباريشن اللي احنا قلناها قبل كده، انا محضر نفسي ودكتور دخلت عملت سيرش على الشركه اول ما حضرتك كلمتني عشان ابقى عارف الشركه ديت ايه البرودكت اللي فيها، بقى لها قد ايه، حضراتكم ايه التخصصات اللي بتشتغلوا معاها. كل ده انا عملت عليه سيرش. فانت راجل كده بتعمل بريبريشن لاي حاجه تنطلب منك، ودي حاجه محترمه ان انت بتحضر نفسك قبل اي حاجه تدخل عليها. طيب فكره الفلكسبيليتي، كنا ضربنا امثله برضو في الاسئله قبل كده. يقول لك مثلا انت كنت مسؤول على لاين معين لمده 6 شهور لبرودكت معين، وبعد كده نقلناك للاين تاني، هتعمل ايه؟ لازم الرد يا دكتور، انا الشخص الناجح ينجح في اي مكان. اه طبعا اروح اللاين واثبت نجاحي في اللاين، ودي حاجه تزودني طبعا خبره، ودي حاجه تزيدني يعني تزودني في السي في اللي انا اشتغلت في كذا لاين، ودي حاجه كويسه. لازم توضح له اللي انت راجل يعني فليكسبل كده ومرن، وممكن تستجيب لاي ظروف تقابلك، او اي ظروف يعني مش مترتب لها، انا ممكن اتاقلم عليها عادي واعرف اشتغل عادي.